الإمام مجاهد رحمه الله قال: يؤتى بثلاثة يوم القيامة: غني ومريض ومملوك. فيقال للغني: ما الذي أشغلك عن طاعة الله؟ فيقول: سلط علي المال فحرسته فأشغلني عن عبادة الله. فيؤتى بسليمان بن داود فيراه فيقال له: أأنت أغنى أم هذا؟ يقول: بل هذا. فيقال له: فإنه لم يشغله غناه عن طاعة الله وعن عبادة الله. ثم يؤتى بالمريض: ما الذي أشغلك عن طاعة الله؟ فيقول: سلط علي المرض فأشغلني عن طاعة الله وعن عبادة الله. فيؤتى بأيوب عليه السلام فيقال له: أأنت أشد مرضا من هذا؟ فيقول: لا، بل هذا. فيقال له: فإنه لم يشغله مرضه عن طاعة الله. ثم يؤتى بالمملوك فيقال له: ما الذي أشغلك عن طاعة الله؟ فيقول: سلط علي مالك يملكني. فيؤتى بيوسف عليه السلام ويؤتى به في وقت رقه فيقال له: أأنت أشد رقا من هذا؟ فيقول: لا، بل هذا. فيقال له: فإنه لم يشغله الرق عن طاعة الله وعن عبادة الله. ما الذي يشغلك عن الصلاة؟ ما الذي يشغلك عن العبادة؟ ما الذي يشغلك عن فتح باب التوبة مع الله جل وعلا؟ صفحة جديدة مع الله، علاقة جديدة مع الله. ما الذي يشغلك؟ لا شيء إلا الهوى. كلنا مر علينا تقريبا حديث أبي سعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم فيهم. قال الله: وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني. وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني.